المثل ده بيقارن بين حجم المشكلة الحقيقي وبين حجمها بعد ما اتضخمت في خيال حد. يعني باختصار، في ناس أول ما يسمعوا خبر صغير يضيفوا عليه توابل ويكملوا الطبخة بدموع وشك واستنتاجات لحد ما الحبة تبقى قبة. طيب ده بيحصل لينا ازاي؟ الناس اللي بتضخم الأمور مش دايما بتقصد، أحيانا بيكون ده دفاع عن نفسهم أو وسيلة يجذبوا بيها الاهتمام. واحدة بتحس إن جوزها اتأخر تقنع نفسها إنه خاين مش إنه في الزحمة. ليه؟ عشان هي أصلا مش واثقة في حبها لنفسها. حد اتقال له ملاحظة بسيطة في الشغل، يرجع البيت يحس إنه اتقلل من كرامته جدا ويدخل في حوار داخلي 3 ساعات عن إنه فاشل. بنت دخلت قاعدة ومحدش سلم عليها بسرعة، تحس إنها منبوذة وإن الكل بيكرهها. وفي الحقيقة المشكلة مش في الناس، المشكلة في العدسة اللي بنبص منها. هل في سبب أعمق؟ طبعا. اللي بيضخم غالباً مش بيصدق اللي حصل، هو بيصدق اللي خايف يحصل. يعني اللي عنده خوف من الهجر هيفتكر كل تأخير خيانة، اللي مش